ايه ده؟ ايه ده يا زمالك؟ في ايه؟ صلى على النبي كده يابا، استهدى بالله. ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ ما انت كنت حلو وجميل. ما انت كنت حلو وجميل وبتكسب بهدف اتنين وخلاص وخلصنا. كنت حلو وجميل وبتتعادل وخلصنا، وبتخسر وخلصنا. في ايه يا زمالك؟ في ايه؟ انت جاي قبل ماتش الاهلي وتفوق يا عم؟ ايه ده؟ الزمالك كسب المقاولين بنتيجة كارثية بالنسبة لشوقي غريب وبالنسبة للمقاولين. ستة. ستة. ستة يا شوقي. ستة يا شوقي. ايه يا شوقي؟ ده انت كنت مدرب المنتخب يا راجل. يا شوقي يا غريب. ستة. ستة يا مؤمن. بس برضو نحس. برضو الزمالك نحس، منحوس منحوس بعد عنك. يوم ما يكسب ستة، لأول مرة في الدوري الموسم ده، يوم ما يكسب ستة يكسب 6-1. هو والله العظيم كسب 6-1 الزمالك. فأنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه بأمانة. مش عارف اللي هو يعني اخاف ولا من الزمالك. ستة ستة برضو رقم. ستة يا جدعان رقم كبير. ولا حفل على الزمالك علشان خاطر 6-1 يعني. والله ما عارف اعمل ايه. ليه يا زمالك الحيرة دي؟ ايه الحيرة اللي انت حطيتني فيها دي؟ انا دلوقتي اعمل ايه؟ احفل عليك ولا اخاف منك؟ ولا انا اعمل ايه؟ بس اخاف منك ازاي؟ طيب لازم اخاف منك. لازم. لازم اخاف منك. عارف لازم اخاف منك ليه؟ مش عشان انت جامد بقى وكسبت ستة وانت جامد اوي وتجيب اهداف من كل حتة والكلام ده خالص. انا خاف منك علشان خاطر الاحتواء، وحط تحتها مليون خط. ومش بنافق ولا بقول اي كلام يا جدعان والله. حط تحت كلمة الاحتواء دي مليون خط، وراجع الماتش كويس. راجع الماتش كويس وشوف الاحتواء اللي في الماتش. فانا ابدا اقلق. اقلق لان الاحتواء، باقة الاحتواء اتجددت من اول وجديد عند الزمالك، فانا قلقان. فانا قلقان، ولكن عايز برضه اقول لك على حاجه. انتوا جامدين اهو. انتوا حلوين اهو. بلاش انسحاب بقى والحركات القرعه دي. بلاش بقى. اوكي تمام. بلاش انسحابات. كملوا كده معانا لحد ما نحسم ان شاء الله باذن الله الدوري قصادكم معاكم. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. عشان نعرف نحتفل بالبطوله. بلاش انسحاب بقى يا زمالك، جامدين اهو وبنكسب بالستات اهو. والاحتواء رجع اهو. الدنيا حلوه. الدنيا حلوه. كمل بقى زمالك، بلاش انسحاب. اوكي متفقين. لقاءنا ان شاء الله باذن الله يبقى يوم 13.